السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا على قناه في ام ياسين. غادي نصيبوا مع بعضياتنا هذا الطبق، تصيبوه اما عراضه لعائلاتكم ولا تصيبوها كبيناتكم كوجبه غداء او عشاء. كيجي بنين طلعه في الفرن بواحد المرافقات بسيطه بزاف وكتجي بنينه بزاف. باش ما نطولش عليكم نبداو في الفيديو. الا كنتو اول مره كتشوفوني فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد، واللي خلى لي شي تعليق، اي واحد خلى لي شي تعليق زوين الله يسهل عليه في هذا النهار. ونبداو على بركه الله. اول حاجه خديت الضلعه، هي هذه الضلعه ديالي خديتها انا، قسمت لها داك الرجل من التحت حيت ما دخلت ليش في الفران، عندي الفران صغير. داكشي علاش قسمتها وغادي نقدمها بداك الشكل. هذيك الرجل تجي دايره لديك الجهه. اول حاجه خديت الثومه تقريبا واحد 4 أو 5 د الفصوص ديال الثوم، اما تحكوهم اما تعفسوهم في هذه ديال الثومه بهذا الشكل. من بعد كديروا الملحه قياسكم د الملحه. انا هنا درت معلقه صغيره د الملحه، نص معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الكركم، معلقه صغيره ديال البابريكا، معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره ديال القزبور يابس. ودرت هنا تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الكاتشوب، تقدروا تعوضوها بالموطارد، وتقريبا واحد معلقه كبيره ديال الخل. هذا الخل هذا كيفتيها وكيجيب الطلعه بنينه ودغيا كيدخلها الطياب. من بعد هذيك الشرموله كنخلطوها مع شويه ديال الماء، وكنتقبوا الضلعه ديالنا كلها كنتقبوها بالموس باش كتدخل لها هذيك الشرموله وكتجي بنينه. المهم بقيت كنشرمل الضلعه ديالي، كنحاول انني نشرملها كامله وندخل داك الشرموله في دوك التقيبات. من بعد كديروا الضلعه ديالكم اما في بلاستيكه عاديه ولا في بلاستيك غذائي، وكتدخلوها الثلاجه تبات ليله كامله. من الاحسن انها تبات ليله كامله، كل ما جلسات اكثر كل ما كتدخل هذاك الشرموله اكثر وكتجيكم فتيه وبنينه. المهم على الاقل 3 ساعات، من 3 ساعات فما فوق. انا خليتها باتت ليله كامله. من بعد لا غد ليه قبضت الضلعه ودرتها في الطبسيل اللي غادي يدخل الفرن، وغطيتها بورق الطبخ. ضروري ديروا ورق الطبخ، راه رخيص ما غاليش، كيدير غير درهم الوحده. المهم غلفوها مزيان بورق الطبخ. عاد ديروا من الفوق الالومنيوم، حيت هذاك الالومنيوم ماشي صحي، ما ديروهش مباشره على اللحم ديالكم. ديروا ورق الطبخ وعاد لويوها في الالومنيوم. تقدروا ديروا اما الضلعه اما اللحم. المهم هذا الطبق هذا كيجي زوين اما مع الضلعه اما مع اللحم. من بعد دخلتها الطيب. في الاول كنت شعله الفران على 300 درجه. من بعد منين بغيت ندخلها نقصت النار ل 180 درجه وشعلت عليه من الفوق ومن التحت، ودرت عليها كاس ديال الماء. فيما تشوفوها نشفت من الماء زيدوا فيها الماء. من بعد ندوز باش نحضروا المرافقات. خديت الباربه، واحد الكميه ديال الباربه غسلتها ودرت عليها واحد معلقه صغيره ديال الملحه ودرتها تسلق. في التالي غادي نضيف لها واحد الاضافه غادي تجيبها بنينه بزاف. من بعد غادي ندوز باش غادي نفور الخضره ديالي. غديروا الخضره اللي متوفره عندكم. انا هنايا درت خيزو، بطاطا والقرعه، وانتم غادي ديروا اللي متوفر عندكم. المهم نقيت الخضره ديالي، قطعتها طريفات صغيورين بحال هكا، درت عليها شويه ديال الملحه وخلط داك الملحه ودرتها في الكسكاس. ضروري ديروا الملحه، اي حاجه كطيب بلا ملحه راها كتجي باسله، واخا كتضيفوا لها الملحه من بعد ما كتجيش بداك البنه، ماشي بحال اللي فاش كتكون كطيب وكتدخل لها الملحه. المهم سترت داك الخضره ديالي في الكسكاس. درت انا هنا 3 الانواع د الخضره، وانتم غادي ديروا الخضره اللي متوفره عندكم في الدار، يا لاريكو ديروا بروكولي، المهم اللي عندكم تقدروا ديروه. صافي درتها تفور. وفي البرمه درت واحد الطريف ديال الحامض باش تبقى داك الخضره محافظه على اللون ديالها، ما تاكسدش وما تكحلش لينا. ضروري ديروا واحد الطريف ديال الحامض. وغطيتها وخليتها تبخر، راه دغيا كطيب دغيا. صافي من بعد منين تبخرات خديت هنايا مقيله على نار متوسطه، درت فيها شويه زيت زيتون، شويه ديال الزبده، وشويه ديال الثومه وشويه ديال المعدنوس، ودرت داك البطاطا ديالي حتى تاخذ هذا اللون الذهبي. غديروا عليها واحد نقيطه ديال الحامض وشويه ديال الكمون. البطاطا بوحديتها اللي غادي ديروا فيها الكمون، وغادي تخليوها تحمر فوق النار حتى تاخذ داك اللون الذهبي، ومن بعد تحيدوها. نفس الطريقه درتها القرعه وخيزو. درت الزيت، الزبده، المعدنوس والثومه وشويه ديال الحامض. صافي منين شحرت الخضره ديالي دزت باش غادي نوجد هاد الكفيته هادي باش غادي نزين الطبق ديالي. درتها هكا كويرات ودرتها على نار مهيله وخليتها تشحر
ما درت لها لا ما لا زيت لا حتى حاجه، هي كتطلق الزيت ديالها. ودرت انا كنت ديجا مشرمله الكفته مع شويه ديال البزار والكمون، المهم داك التوابل ديال الكفته كنت دايراهم مليحه وكلش. من بعد الضلعه نسيت ما قلت لكمش باللي راها كتاخذ 4 ديال الساعات، انا هنا خدات لي 4 ساعات، وكل وحده والفران ديالها وكل وحده وجهد الفران ديالها. المهم انا هنا خدات لي 4 ديال الساعات. منين خرجت الضلعه دهنتها بشويه ديال الزبده وليت دخلتها تحمر، ومشيت باش نوجد هاد العويدات هادو باش غادي نزين. درت فيهم طريف د الكفته، طريف د الكاشير، زيتونه، شويه د الموتزاريلا، وليت عاوتاني درت كفته في الراس ديال داك العويد وقسمته بحال هكا. المهم غتشوفوا الطريقه ديال التزيين في الاخر ديال الفيديو. وزدت هاد الاضافه هذه، زدت هاد الشلاضه كتجي بنينه بزاف ما تشبعوش منها. سلقت الرز مع شويه ديال الخيزو مع شويه ديال الملحه، سلقتهم، درت عليهم المايونيز، درت عليهم المايس وشويه ديال الزيتون هكا قطعته طريفات صغيورين. كاين كيتباع داك الزيتون اللي مقطع تقدروا ديروه. واللي درت شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، حيت راني سلقتها في الاول بالملحه، ودرت عليها زيت زيتون وخلطت هادشي كامل. غادي نزين بها حتى هي الطبق، وكتجي بنينه هاد الشلاضه بزاف. من بعد ما تسلقات ليا الباربه درت عليها شويه ديال المعدنوس. هاد الاضافه هذه كتجيب الباربه بنينه بزاف وكلشي غادي يبغيها. ودرت عليها نص معلقه ديال السكر حبيبات وشويه الزيت وشويه الخل وخلطت كلشي. دابا غادي نمشيو باش غادي نقدموا الطبق. خديت انا الصينيه اللي غادي نقدم فيها، درت فيها الخس في الجنيبات، غسلته مزيان وقطرته من داك الماء، ودرت الضلعه في الوسط. ومن بعد خديت هذيك الشلاضه ديال الرز ودرتها هكايا في زليفه صغيره، وبقيت كندورها هكا من الجنيبات. من بعد صافي دزت مباشره كنستف الخضره ديالي، خيزو، بطاطا والقرعه، استفتهم بهذا الشكل. غير واحد الاضافه غادي نزيدها لكم، بحال دابا الا كانت عندكم الخضره في نفس اللون، بحال دابا عندكم الهريكو وعندكم القرعه، حاولوا انكم تبعدوهم باش ما يجيكمش اللون خضر مع خضر، ولا بحال دابا اورانج مع اورانج. حاولوا انكم تبعدوا الالوان ديال الخضره. من بعد زدت انا هنايا سلطه ماروكان، درت معها غير البصله ومطيشه، قطعتها طريفات صغيورين وزينت بها. وزدت واحد شويه د الخيار حتى هو قطعته طريفات صغيورين، وحطيت هذاك الباربه. كيبقى لكم الاختيار الا بغيتوا تزيدوا شي اضافات. صافي من بعد زينت بهذوك العويدات اللي كنت صيبت معكم، كيعطيو واحد المنظر زوين لهاد الضلعه ديالنا. صافي وسلقت واحد شويه ديال البيض حتى هو زينته هكا من الفوق زدته. هاد الطبق كيجي بنين، وحطوه بوجهكم حمر لعائلاتكم. واهم حاجه انه ما كياخذش الوقت بزاف، دغيا كيوجد وما فيه لا تماره لا والو. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإلا جربتوها تاكلوها ان شاء الله بالصحه والسلامه نتوما وليداتكم. وما تنسوش تخليوا لي شي تعليق، اي واحد خلى لي شي تعليق الله يسهل عليه في هذا النهار ويعطيه كل ما كيتمنى. بسلام عليكم، نتلاقاو فيديو جديد مع وصفه جديده.